السلام عليكم العشران. مرحبا بكم في كوابيس جواد. هنا فين كيبدا الرعب الحقيقي. أصوات من العالم الآخر، وجوه كتظلم الظلام. إلا كنتي كتظن الجن غير حكاية، صدقني غادي تبدل رأيك من بعد هذا الفيديو. اليوم ما غاديش نحكو على قصة مقروءة ومسموعة. اليوم غادي نحكو عن تجربة حقيقية عاشها واحد الشاب، تجربة هزت حياته بشكل غير قابل للشرح. قصة كتجمع بين الغموض والخوف والشي اللي ما كتقدرش تشوفه بالعين المجردة. قصة أمين ودار الجد في الدوار الغريب. كل شي بدا نهار قرر أمين، شاب من المدينة، يمشي للدوار اللي كانت فيه دار جدو. الدوار كان بعيد في جبال الأطلس، ومعروف عند الناس باسم دوار الغريب. هذا الاسم بوحدو كيعطي إحساس بالغموض والوحشة. الدوار كان صغير والناس فيه قلال، كيعرفوا بعضياتهم كاملين، ماشي شي مكان تشد فيه وكل واحد عنده سره. أمين رغم الريبة اللي حس بها في البداية قرر يمشي للدار القديمة، يمكن يصلحها ويبيعها أو يكريها. ملي وصل للدوار كان ضوء الشمس بدا كيختفي والظلام بدا كيسيطر. الدوار كان كيبان بحال شي مشهد من فيلم قديم، الديور طين وحجر، والوجوه ديال الناس غريبة كتخلط بين الريبة والخوف. وقف عنده راجل كبير في العمر سميتو با بلال، شاف فيه شوفة طويلة وقال بصوت مبحوح: دار الحاج الله يرحمه كاينة في آخر الدرب، ولكن وليدي من الأحسن تبقى مسدودة، اللي فات مات. هاد الكلام زاد فضول أمين ومشى. دخل الدار وحس ببرودة غريبة، وكأنه دخل مكان ما كانش عليه يدخل ليه. الباب كان ثقيل وكاين صدى كيصرف مع كل حركة. الريح ديال الداخل خليط بين الغبرة والرطوبة، وكأن ريح قبر قديم. الدار كانت مظلمة والشراج مسدودين، الحيطان بحال مخنوقين. أمين بدا كيحس بحاجة غريبة ولكن ما عطاهاش اهتمام. منين بدا كيتجول في الدار لقى واحد الدمية قديمة، عينيها ديال الزاج كتشوفو بنظرة مخيفة جامدة. كيحس انه شي حاجة ماشي عادية في هاد الدمية. كيفاش كانت كدير في هاد المكان وعلاش جدو كان مخبيها؟ الليل هبط بالزربة والصمت كان ثقيل، غير ريح كتصفر بين الديور. فجأة سمع خطوات ثقيلة كتجر رجليها داخل البيت. قلبه بدا كيضرب، عرق بارد بدا كينزل من ظهره. شعل ضوء التليفون وخرج يشوف، ولكن لقى البيت خاوي. غير الغبرة والكرارس مقلوبين، ولكن الغريب هو أن الدمية كانت واقفة في موضع جديد وكأنها تحركات بوحدها. أمين رجع للغرفة اللي كان فيها في الأول مرعوب. الليل كامل كيسمع أصوات كتتحرك، خطوات ثقيلة من تحت الباب، إحساس بأن شي واحد واقف حدا فراشو. مع الصباح خرج كيقلب في الدار ولقى غرفة مقفولة بواحد القفل قديم. كسر الباب ولقى صندوق خشب كبير وكناش الجلدة ديالو صفراء. من هذيك اللحظة بدا أمين كيكتشف أن الدار مبنية فوق أرض ملعونة. با بلال شرح ليه: جدك كان كيعيش في الحياة بشكل مختلف، كان كيدير طقوس، كيربط الأرض بكائنات قديمة ساكنة تحتها وبغى يرضيهم، وداك الصندوق كان هو الرابط بيناتهم، واللي حرك الصندوق جلب الويل. أمين حاول يهرب ويرجع للمدينة،
ولكن الخوف تبعو، وصبح كل ليلة كيسمع الهمسات. بلال كتمشي في الظلام وإحساس ببرودة غريبة في الجسم ديالو. وفي ليلة شاف بعينيه نفس العيون الحمراء اللي شاف في الدار فوق الثلاجة في الشقة ديالو. أمين فهم أن الرعب اللي كان في الدوار جمعه المدينة. ما بقى عنده خيار، خاصو يرجع ويفهم شنو كاين في هاد الدار. رجع مجددا. الشمس كانت قريبة تغرب والدوار ساكت بحال المقبرة. دخل الدار ولقى الكناش مرة أخرى. من اللي حلو فهم الحقيقة. جدو ما كانش كيسجن جن، كان كيربطهم بكائن قديم، شي كيعيش في الظلام وكيتغذى من الخوف والألم. من هذيك اللحظة الدار ما بقاتش دار، ولات سجن، وأمين ولا السجين. والدوار كيسمع في الليل ضحكة طفل صغير كتجي من دار الحاج وتقرب وتقرب، ولكن ما كيعرف حتى واحد شكون اللي كيضحك. القصة ما سالاتش، الرعب باقي حي في الدوار وفي قلب أمين. الضحكة ديال الطفل ما بقاتش مجرد صوت في الليل، ولات كتبع أمين في كل خطوة. الدوار كامل بدا كيحس بالرهبة. الناس ولاو كيسدوا البيبان مع غروب الشمس، وحتى الكلاب ديال الدوار اللي معروفة بالنباح ديالها ولات كتلصق في الزوايا ساكتة بحال شي حد كيسمع ما لا يسمع. أمين اللي رجع باش يواجه الخوف ديالو ما كانش عارف أن المواجهة غادي تكون ضد نفسه. كل ليلة كيقرأ الكناش وكيحاول يفهم الرموز، ولكن الرموز ما كانتش مجرد حروف، كانت مفاتيح. ومع كل جملة كيحس كأن واحد البرد كيخترق العظام ديالو، وكيشوف الطيف ديال جدو كيطلع عليه من الزوايا. واحد الليلة وهو كيقرأ حس الأرض كتحرك تحت رجليه، بحال إلا كاين شي حاجة كتنفس من تحت البلاصة اللي جالس فيها. الدمية القديمة اللي لقاها في الدار وقفات وسط الغرفة بلا ما يحركها. عينيها ديال الزاج كيبرقوا بحال الجمر. سمع صوت رقيق بحال ديال طفل صغير: عافاك، لعب معايا. قلبه تزير. الصوت جا من تحت السرير، نفس الضحكة اللي كانت في الدوار. شعل الضوء بالزربة ولكن ما لقى والو، غير الظل كيتمدد في الحيط بحال شي واحد طويل بزاف كيحاول يخرج من العدم. بلال الرجل العجوز جا عنده تاني نهار، قال لي بصوت كيترعد: أوليدي، كنت عارف غادي تفتح داك الكناش، ما كانش خاصك. الكائن اللي مربوط بالدار ماشي جن، بحالو بحال اللي كنسمعوا عليهم. هذا شيء أقدم، شيء من قبل البشر. وجدك ما كانش كيسجن، كان كيراضيه بالدم ديال العائلة. أمين بدا كيربط الأحداث. كل جيل من العائلة كان فيه شي واحد كيختفي بلا أثر، والآن الدور جا عليه. الليالي ولات جحيم. كل ما كيسد عينيه كيشوف السقف كيتفتح بحال شي فم، وكيخرج منه طفل صغير جلده أبيض شاحب وعينه حمراء كتحرق، كيدندن بنفس الضحكة. الأصوات ما بقاتش غير في الليل، ولات حتى في النهار، في السوق، في الطريق، حتى وسط الناس. كيسمع: عافاك، لعب معايا. واحد الصباح الناس لقاو باب دار الجد محلول، والدمية جالسة في العتبة بحال شي حارس. الدوار تخلع، ما بقاش حتى شي واحد باغي يقرب. وبا بلال قال بصوت مسموع قدام الناس: الدار ولات ديالو، والولد ولا المرسى الجديدة. الله يجيرنا من شر داك الضيف القديم. ومن داك النهار ما بقى حتى واحد شاف أمين، ولكن في الليالي من بعيد كيتشاف ضوء شمعة كيتحرك من نافذة الأخرى في الدار المسكونة، ومعاه نفس الضحكة اللي ما كتموتش. الناس ديال دوار الغريب كلهم متفقين على حاجة واحدة:
الدار ما بقاتش سجن، الدار ولات بوابة، وكل اللي غادي يقرب منها غادي يسمع الصوت من تحت السرير. القصة مازال ما سالاتش، الرعب باقي حي وكيكبر مع كل واحد كيحاول يعرف سر دوار الغريب. من بعد ما اختفى أمين، الدوار كامل عاش في الرعب. الدار ديال الحاج ما بقاتش غير مهجورة، ولات بحال كابوس كيطلع عليهم كل ليلة. الشمعة اللي كتشعل في الشراجم ما كتطفاش، والضحكة ديال الطفل ما بقاتش بعيدة، ولات كتدور وسط الدوار كامل بحال شي واحد كيلعب في الزناقي. واحد الليل 3 ديال الشبان من الدوار قرروا يتحداو الخوف. قالوا حشوم علينا، كبرنا هنا وما نقدروش ندخلوا لدار وحده، راه غير اوهام. شدوا المصابيح ودخلوا. منين فاتوا العتبه الهواء تقال والريحه خانقه بحال شي جثه تقديمه. الحيوط كلهم مرسومين برموز بحال الا تكتبوا بالدم. وسط الدار لقاو الدميه واقفه بوحدها، عينيها كتشعل حمراء. واحد منهم مد يدو باش يحركها، لكن الارض تحركت تحتهم بحال شي حاجه كتحفر وكتنفس. الدميه طاحت وتفتح الفم ديالها وخرج منه صوت طفل صغير: عفاكم، بقاو طلبوا معايا. المصابيح طفات والدار كلها غرقت في الظلام. الشبان بداو كيغوتوا، ولكن الاصوات اللي جاوباتهم ما كانتش ديال بعضياتهم، كانت ديال عشرات الاصوات كبار وصغار كتغني بحال اغاني قديمه، كلها كتقول نفس الجمله: اللي فتح الصندوق فتح الويل. الناس ديال الدوار سمعوا الغوات، جراو للدار، ولكن ما لقاو حتى واحد غير المصابيح مرميين في العتبه، والباب مسدود بحال ما تفتحش اصلا. من داك النهار الصوت ما بقاش كيجي غير من تحت السرير، الصوت ولا في كل مكان في الدوار، كل واحد كيسمعه في مكان مختلف. واحد كيسمعه من الخزانه، اخر من البير، اخر من الجدار، ولكن النهايه واحده: الصوت كيقرب وكيضحك. بابلا اللي بقى عارف السر بدا كيحذر الناس. الدار ما بقاتش مشكلتنا بوحدها، الصندوق تفتح والبوابه تفتحات. اللي كان محبوس تحت الارض خرج يتغدى علينا كاملين. في الليل في الجبال اللي حدا الدوار الناس بداو كيشوفوا اضواء حمراء كتطلع وكتهبط، وظلال طويله كتجري بسرعه فوق الصخور. وفي كل بيت الطفل اللي كيضحك كيبان في المنام، ولكن ملي كتفيق كتلقاه جالس في الزاويه كيتسناك. القصه مازال ما سالاتش، الرعب ولا مرض كينتشر وما بقى عند حتى واحد مهرب. من بعد ما الدوار كامل غرق في الرعب، ما بقى حتى واحد قادر ينعس في الليل. كل دار فيها أصوات، ضحكات، وحوايج كيتحركوا بوحدهم. حتى الحيوانات ما بقاتش طبيعية. الكلاب كتعوي في الليل كامل، والحمير كيدوروا بلا اتجاه، والطيور كيتساقطوا من السما بلا سبب. الناس بداو كيتجمعوا عند با بلال اللي بقى هو الكبير اللي عارف جزء من السر، ولكن حتى هو بان عليه الرعب، ما بقاش كيهضر بحال قبل. قال لهم اللي تحل ما غاديش نسدوه بسهولة، خاص واحد عنده علم بالكتاب والرقية، خاص شيخ اللي يواجه هذا البلاء. جريو جيبوا الشيخ محمد، رجل كبير معروف بالقرآن والرقية، ساكن في دوار بعيد. ملي وصل وقف قدام دار الحاج وقال: أنا ماشي غير الجن، هنا كاين شي عهد قديم، شي بوابات فتحت بين عالمنا وعالم الظلمة. دخل الشيخ ومعه بابلال وجوج من الرجال الشجعان، بداو يقراو القرآن بصوت عالي، ولكن كل ما كيقراو آية حيطان كيتشقوا. الريح كتدوز وسط الغرف بحال الزوبعة، والدمية كتضحك بصوت طفل كيزلزل القلوب. الشيخ زاد الصوت ديالو:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجأة الأرض تحركت بحال الزلزال. الصندوق اللي لقى أمين تفتح بوحدو وخرج منه دخان أسود كتيف. وسط الدخان بان ظل طويل ماشي شكل آدمي، عيني حمراء بحال الجمر وصوته غليظ كيغطي على التلاوة. نتوما تأخرتوا، الرابط تبدل، الدم ديال أمين ولا الخاتم جديد، وأنا ما غاديش نخرج، أنا غادي نعيش وسطكم. الرجال ديال القرية بداو كيطيحوا واحد بواحد بحال إلا شي قوة كتسحب الروح ديالهم. الشيخ بقى بوحدو واقف والعرق كيسيل من الجبهة ديالو، وهو يغوت بكل قوة: الله أكبر، الله أكبر. الصوت بدا كيضعف، ولكن فجأة بان أمين، وجهه شاحب، عينيه ساهيين وكأنه ماشي هو. مشى بواحد الخطوات بطيئة ووقف حدا الشيخ بصوت ماشي صوته، قال: سيدنا اختارني، ما تحاولش، انا الرابط جديد وانتم كاملين غير ضايعين. الشيخ قرب لي وحاول يقرب الودن ديالو، ولكن الأرض شقات من تحتهم ودار الحاج كاملة غرقت في الظلام. الناس اللي برا سمعوا غير صراخ مرعب والباب تسد. من يطلع الصباح الدار بقات خاوية، لا شيخ لا بابلال لا رجال، غير أمين واقف في الشباك كيشوف الدوار وكيضحك بضحكة طفل صغير كترجع صداها وسط الجبال. من ذاك النهار كل ليلة كتزاد دار جديدة في الدوار كيغرقها نفس الرعب، بحال العدوى بحال المرض. والناس بدات كتقول ماشي دار الحاج اللي مسكونة، الدوار كامل ولا مسكون. ولكن الحقيقة أبشع، لأن البوابة تفتحات وما كاينش اللي يقدر يسدها. آخر لحظة، ومن بعد ما أمين لقى راسو غارق في عالم الجن، فهم أن القصة أكبر من كان يتصور. الدمية اللي لقاها في الدار ما كانتش غير قطعة قديمة، لكن كانت وسيلة باش تفتح بوابة بين عالم البشر وعالم الجن. هاد البوابة كانت متفق عليها من طرف جدو اللي كان كيعرف مزيان أن الجن كانوا في العالم ديالهم وكيتغداو على خوفنا وعلى الألم ديالنا. وكان هو جدو هو اللي اختار يربط معاهم عقد قديم، ولكن ما كانش عارف أن هذا الاتفاق غادي يدي الجميع حتى أحفاده. لكن المفاجأة، الجدة ديال أمين كانت دايرة فخ كبير، وأمين هو الوريث الوحيد لهذا العقد الفظيع. من ذاك النهار أصبح أمين هو السجين، والعالم اللي دخل ليه مع الجن ما غادي يخرج منه إلا إذا عرف كيفاش يقطع العقد. وهنا بلحظة حاسمة أمين فهم أخيرا بأن ما كتحتاج تشوف الجن بعينيك باش تتعرض لشرهم، كما كانوا كيتسلوا القلوب ديال البشر من خلال الخوف والضعف. وفي آخر لحظة أمين اكتشف الحل الوحيد هو التوكل على الله. راه كل شيء كيعود لأصله، وراه لما تترك الأذكار والقرآن الجن ما غاديش يكون عندهم عليك أي سلطة. وفي اللحظة اللي فكر فيها بزاف فهم أن الحل الوحيد باش نجاه هو الرجوع لله سبحانه وتعالى، وما يقربش من هذا العالم اللي كان كيتلاعب به. ما تقربوش من عالم الجن، وما فتحوش أبواب كانت مغلقة. ما تتعاملوش مع الظلام اللي كيخبي الشيطان. راه الأذكار والقرآن هو الحماية ديالنا. الجن ما عندهمش رحمة، وما تدخلش في شي حاجة ما غاديش تقدر تخرج منها. إذا كان هادشي اللي عايش أمين في الدوار الغريب كيعلمنا حاجة، فهي أنه ما كاين حتى حاجة تحمينا أكثر من الذكر والقرآن. وخاصكم دائما تكونوا محصنين ومتذكرين أن الله هو الحامي الوحيد لينا وليكم.